لو حبينا نتكلم عن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية، دور المدير الأكاديمي من بداية التحاق الطالب بالمدرسة، فبنقول إن المدير الأكاديمي بيتم تنسيق الاختبارات بتاعة طلبة القبول للسنة الدراسية الأولى. الطالب بيتقدم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، بنبتدي نبعت للطالب اللي بتتوفر فيه الشروط والمواصفات المطلوبة للطالب، بيبتدي نتصل معاه، بيبتدي يحضر، بيقوم بإجراء بعض الاختبارات للالتحاق بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية. أول حاجة بنعمل للطالب طبعا بحضور المدير الأكاديمي وممثل وزارة التربية والتعليم وممثل الشريك الصناعي ومجموعة من الدكاترة المتخصصين من أكاديمية الفنون، طبقا لمعايير معينة، معايير الجودة بنطبقها على أعلى مستوى. بيتم دخول الطالب لمجموعة من الاختبارات. أول حاجة اختبار إلكتروني للطالب، بيبتدي الطالب يختبر في مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والاي كيو وبعض والفيزياء والكيمياء. لما الطالب بيجتاز الاختبار الأول، بعد خروجه على طول بيتم اختبار الطالب في القراءة والكتابة للغة العربية واللغة الإنجليزية. لما الطالب بيجتاز الاختبار ده بيتم بيخش تاني على مرحلة المقابلة الشخصية. مرحلة المقابلة الشخصية برضو المدير الأكاديمي بيكون ليه دور. طبعا كل المراحل دي كلها المدير الأكاديمي هو اللي بينسقها مع الشريك الصناعي إلى أن يتم إجراء المقابلة الشخصية للطلاب. بناخد الطلبة اللي هم اجتازوا الاختبارات ونتواصل معاهم ونبتدي نتسلم الأوراق الخاصة بيهم للالتحاق بالمدرسة. يبتدي بعد كده المرحلة الثانية اللي هي إن الطالب بيخش المدرسة سنة أولى، بيدرس دراسة عامة لكل التخصصات، بيمر على كل التخصصات اللي موجودة داخل المدرسة، زائد المواد الثقافية اللي بيدرسها الطالب واللي محددة من وزارة التربية والتعليم. بانتهاء الامتحانات بتاعة سنة تانية بتاعة سنة أولى، بيبتدي الطالب نعمل له بطاقة اسمها بطاقة الرغبات. يبتدي الطالب يذكر الرغبات بتاعته فيها، بيكتب 3 رغبات هو حابب ان هو ينضم لقسم من الأقسام اللي موجودة في كل رغبة. بنبتدي نعمل مقابلة شخصية عن طريق لجنة برضو، يبتدي الطالب يشوف قدراته، يشوف إمكانياته مطابقة لرغبته ولا لأ، إلى أن يتم اختيار الطالب وفقا لرغبته وقدراته في التخصص المناسب ليه. يستمر الطالب في إجراء تدريبات ميدانية مع الدراسة النظرية داخل الأكاديمية، داخل مسارح الأكاديمية. الأكاديمية بتوفر لنا مجموعة من الأماكن لتدريب الطلاب، تدريب عملي وتدريب ميداني، وبرضو في بعض المسارح الخارجية ودار الأوبرا المصرية وبعض الجهات الخاصة تبع لوزارة الثقافة تبع للشريك الصناعي بتبقى متوفرة لنا علشان الطالب يكون عندنا ذو مهارة جيدة. لأن طبعا الغرض الأساسي من إنشاء مدرسة الفنون إن هو يسد العجز في الكوادر الفنية اللي هي بدأت إن هي تندثر شوية نتيجة خروج بعض العمال المهرة أو الفنيين المهرة اللي كانوا موجودين في المجالات دهية. بنثقل الطالب بمجموعة من المهارات الجيدة. بيبتدي الطالب يشارك في التدريب الميداني في أعمال فنية حقيقية يشارك فيها، يخش لوكيشن تصوير في السينما وفي المسرح، ويبتدي ياخد التجربة ويبتدي يتعامل مع فريق عمل من الفنيين الخارجين المدربين. بمجرد الطالب ما بيخلص سنة تانية بيكون قادر على انه يقوم بمجموعة المهارات اللي مطلوبة منه في التخصص بتاعه. لما الطالب يوصل لحد سنة تالتة يبقى الطالب دلوقتي كده مهيأ فعلا عن طريق التدريبات. حتى العمال الفنيين اللي هم بيشتغل معاهم في لوكيشن التصوير ما بيعاملوهوش على انه طالب، بيبتدي يتعامل على انه عامل ماهر ذو مهارة خاصة، ذو مهارة عالية جدا في التخصص بتاعه تؤهله للالتحاق مستقبلا بسوق العمل. وهو ده الهدف الأساسي من خريج طالب التكنولوجيا التطبيقية. لما بنتكلم عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية كنوعية مميزة من نوعيات التعليم الفني في مصر، في جمهورية مصر العربية، بنقول ان التعليم الفني ان الطالب اللي هو بيحب يلتحق بالتعليم الفني العام
ممكن يكون داخل التعليم الفني العام رغم ارادته، لان هو مجموعه مثلا متدني في الشهاده الاعداديه وبيلتحق باقسام، ممكن القسم حتى اللي هو داخله ممكن ما يكونش متناسب مع قدراته ولا مع ميول الطالب. انما التكنولوجيا التطبيقيه قدرت تقضي على الحته دهيت. اولا بدات تاخد طالب متميز في المجموع. النهارده بقى في وعي لاولياء الامور بنوعيه التعليم الفني للتكنولوجيا التطبيقيه، ان النهارده الطالب المتقدم عندي بياخد مجموع اعلى من الثانوي العام. ده على جميع مستويات مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. فالنهارده انت كطالب جايب مجموع عالي في الشهاده الاعداديه، وفي نفس الوقت انت عندك الرغبه في الالتحاق بالتعليم الفني بنوعيه التكنولوجيا التطبيقيه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الطالب زي ما قلنا لما بيتم اختياره لمدارس التكنولوجيا التطبيقيه، كل خطوه بياخدها وكل مرحله بياخدها الطالب داخل هذه المدارس بتكون وفق الاختبارات. الاختبارات دهيت بتكون عباره عن اختبارات بتدرس رغبات الطالب وميوله وفي نفس الوقت قدراته. فهنا هو بنقدر ان احنا نلحق الطالب بالتخصص اللي هو بيحبه. يبقى قضينا على المشكله الثانيه. نيجي المشكله الثالثه، ان الطالب عندي في التعليم الفني ممكن يخرج من التخصص بتاعه، ممكن يتعب ان هو يلاقي فرصه عمل كويسه او مناسبه ليه. التكنولوجيا التطبيقيه بتتابع الطالب من فور تخرجه مباشره، وتبتدي تتابعه على مواقع الكترونيه خاصه بوزاره التربيه والتعليم بتقول الطالب ده هو اشتغل ولا ما اشتغلش، ولو ما اشتغلش بتوفر له فرص عمل، وبتبتدي تتواصل مع مجموعه الصناعيين والشركات الصناعيه والمصانع الكبرى اللي فيها التخصص بتاع الطالب علشان تجيب له وتوجد له فرصه عمل للتخصص بتاعه. يبقى الطالب درس حاجه بيحبها وفي نفس الوقت اشتغل فيها، وبيشتغل وهو كمان صاحب مهاره جيده جدا. نظرة التعليم الفني النهاردة بدأت تختلف عموما على مستوى جمهورية مصر العربية. التعليم الفني القاطرة بتاعت التقدم للصناعة، القيادة السياسية حريصة على النهوض بالتعليم الفني. قيادات التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية بتبذل أقصى جهدها. جمهورية مصر العربية داخلة في تطور صناعي خطير، تطور تكنولوجي هائل، استخدام للأجهزة والأدوات بشكل تكنولوجي، واستخدام التكنولوجيا دخلت في كل حاجة في الصناعة. فاحنا النهاردة بنخرج فني تقني على ذو مهارة عالية جدا يقدر يتعامل مع هذه الأجهزة وهذه المعدات التكنولوجية. ده متوفر في طالب التكنولوجيا التطبيقية. وبنقول ان اتجاهات الدولة كلها واتجاهات وزارة التربية والتعليم خاصة بتتجه دلوقتي لتعميم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جمهورية مصر العربية لسد العجز في جميع المجالات. ده بالإضافة إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية عملت استحداث لأقسام ما كانتش موجودة قبل كده في التعليم الفني، لأن بقى ليها دور وبقى ليها دراسة، وبقينا محتاجين الكوادر الفنية ديت في التخصصات دهيت. فهنلاقي إن معظم مدارس التكنولوجيا التطبيقية فيها تخصصات كتير قوي ما هياش موجودة في التعليم الفني العام، وفي أقسام كتيرة قوي 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 بدأنا نعمل لها إحياء في نتيجة شعورنا بعجز في مجموعة من المهن ومجموعة من العمالة المدربة الجيدة. بنعد هذه الكوادر داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية علشان يقوموا بسد العجز ويقوموا بالدور اللي كان بيقوم بيه الفنيين اللي ارتحلوا لسن المعاش أو توفاهم الله، علشان نخلق أو نبتدي إن احنا نعد فريق عمل تاني لهذه الكوادر اللي هي خرجت بره المجال بتاعها في المهنه بتاعتها او التخصص. احنا هنا بنعلم الطالب يعني ايه يعمل ازياء خاصه بالعروض الفنيه. يعني انا بدرس الطالب ازياء اساسيه، باترونات اساسيه، يرسم باترون، يعمل لي موديل، يحطه على الباترون، زائد ان الباترون ده انا هعمله للعرض الفني سواء مسرحي سواء دراما سواء سينما. يعني احنا هنا هنشتغل على ازياء فرعونيه، ازياء رومانيه، ازياء يونانيه، هشتغل على ازياء الباليه، هشتغل على ازياء المايو الخاصه بالاطفال، الخاصه بالحريمي، الخاصه بالرجالي. انا بعلم الطالب هنا ازاي يرسم باترون اساسي بقياسات. القياسات دي طبقا لقياسات الجسم. بعلمه ازاي يرفع مقاسات الجسم على المانيكان،
بعلمه الباترون الاساسي بتاعي. بعد كده اختار الموديل اللي انا هشتغل عليه. الموديل بتاعي ده هو تاريخي، فرعوني، يوناني، روماني، هشتغل عليه. هيضع الموديل على الباترون، وبعد كده يرسم الباترون بتاعي، يكتب بياناتي، اتجاهات النسيج، هيشتغل كل الحاجات دي، وبعد كده يعشق الباترون بتاعي. الطالب هنا لابس ازياء فرعونيه، هنا في يوناني حريمي، هنا في فرعوني حريمي. كل دي تبع البرنامج الخاص بالأكاديمية، تبع البرنامج الخاص بالتكنولوجيا التطبيقية، اللي هي ان انا عامله برنامج خاص بالازياء الفرعونيه، ازياء سينما، ازياء مسرح. بشوف السيناريو بتاعي بيتكلم عن ايه، بعد الطالب ان هو يكون خريج متعلم الاساسيات بتاعتي لطريقه رسم الباترون، متعلم يعني ايه تصميم ازياء، يعني ايه يعمل موديل، يعني ايه يحط الموديل بتاعي على الباترون. بعد كده يروح رسمه على الباترون طبقا لقياسات الجسم، سواء مقاسات مختلفه يعملها، ادربه على كذا مقاس، واخرج الطالب عندي ان هو عرف يرسم الباترون، ويروح بعد كده يشتغل في القسم العملي، ينفذ القطعه الملبسيه. هنا انا بعرف الطالب انواع الماكينات بتاعتي، الحياكه، انواع ماكينات التشطيب. هنا بعرف الطالب النظري بتاعه اللي هو انواع الاقمشه، انواع الالياف اللي بيستخدمها في القطع الملبسيه. وبعرف الطالب ازاي يرسم باترون من خلال قياسات الجسم بتاعي. برفع مقاسات، اعرفه ازاي يرفع مقاسات الجسم الانسان سواء حريمي او رجالي او اطفال. برسم بعد كده الباترون بتاعي الاساسي، وبعد كده بشوف الموديل اللي انا هحطه اللي انا هحطه على الباترون الاساسي سواء حريمي او اطفال او رجالي. الباترون انا هعمل الزي بتاعي فرعوني ولا روماني ولا يوناني، هعمل ازياء باليه، هعمل ازياء رجالي، هعمل ازياء اطفال. فعلى حسب نوع الموديل بتاعي وبستخدم الباترون بتاعه. والطلبه هنا بيتدربوا على اول حاجه ازاي ياخد القانون بتاعه بقوانين، وياخد قياسات الجسم ويرسم الباترون. بعد ما بيرسم الباترون بيحط البيانات، بيحط اتجاه النسيج، بيعمل عملية تشريح للباترون، بيعمل عملية تعشيق للباترون. بنشتغل هنا بمقياس اللي هو المقياس الطبيعي اللي هو 100%. بنشتغل بمقياس رسم سواء تلت مقاس أو ربع مقاس أو خمس مقاس. يعني أنا عندي هنا شغالة بطريقتين، بشتغل بمقياس رسم وبشتغل بالحجم الطبيعي اللي احنا بنشتغله في القسم العملي. فهنا الطالب بيتدرب على حاجات اللي هو الخاصه بالازياء، رسم الباترون سواء بمقياس رسم او ان هو شغال بالحجم الطبيعي علشان يشتغل في القسم العملي. كل ده بنتعلمه هنا في الفنون، في التكنولوجيا التطبيقيه. هي ازياء اللي بختلف فيها عن اي مدرسه تانية، انها خاصه بالازياء العروض الفنيه. انا بتعامل هنا مع ازياء نوعيه الملابس هنا خاصه بعرض فني. انا بعمل ازياء علشان هعرضها في السينما، هعمل بيها عرض مسرحي، هعمل بيها عمل سينمائي. فهنا القسم مختص بالعروض دي، بالازياء الخاصه بالعروض الفنيه. الازياء دي كانت تبع المنهج ده احنا اشتغلنا عليه. كانت ازياء فرعونيه، ازياء زي النوبي، ازياء الفلاحي، ازياء فرعوني حريمي وفرعوني رجالي، ازياء يونانيه، ازياء رومانيه، الزي الصعيدي. دي حاجات احنا بننفذها هنا في مدرسه الفنون للتكنولوجيا التطبيقيه. احنا في قسم المكياج بنبتدي من سنه اولى، بتبقى ماده من المواد، وبعدين بعد سنه اولى بيبتدي اختبارات، وبيبتدي الطالب بيكتب رغبته في انه يدخل القسم اللي بيختاره. فبالتالي بعد ما الاختبارات دي بتتم بيدخل القسم اللي هو المكياج عندنا. بنبتدي التخصص من سنه ثانيه او ثالثه. من اول ثانيه وثالثه بنبتدي نديله نظري وعملي. في النظري بنعلمه الحاجات التاريخية أو تاريخ الشخصية والمواد اللي بيستخدمها وكل الحاجات اللي ليها علاقة بالمكياج عشان تساعده في القسم العملي. طيب في القسم العملي بنتعلم إيه؟ بعد ما بيتعلم تاريخ الشخصية بيبتدي يشتغل عليها بالأدوات اللي بنديها له هنا أو هو بيجيبها.
بعدين بيبتدي يشتغل هو على وشه او على وش زمايله عادي، يعني ممكن بمساعده زميله، او هو بيبتدي يشتغل يتدرب على وشه هو بنفسه. بنأهلهم لايه؟ بنأهلهم بعد كده لما يتخرجوا من المدرسه لسوق العمل، انه يقدر يشتغل في مسرحيات، يشتغل في ميديا، يشتغل في برامج. احنا في الاول بنديهم فكره عامه وبنعلمهم في العموم الشخصيات كلها بشكل يعني ممنهج اكتر، ان احنا بندرس لهم التاريخ بتاع الشخصيه دي، سواء الكاركتر ده مثلا شخصيه تاريخيه في مسرحيه، شخصيه تاريخيه في مسلسل، ممكن في مسرحيات بتبقى ليها علاقه بالطفل، فممكن نعمل اشكال لحيوانات مثلا، فبنبتدي نرسم رسوم على الوش بتطلع شكل الحيوان ده بشكل معين. طب هنرسم 3D ولا هنرسم بحاجات مواد معينه هنعملها نلزقها على الوش فيطلع لي الكاركتر ده. طيب بنأهلهم سواء يعملوا ميديا او مسرحيات، لانه في سنه ثالثه وثانيه بيبتدوا ينزلوا تدريب ميداني. التدريب الميداني ده ممكن يروحوا مسرحيات، ممكن يروحوا لوكيشن، ممكن يروحوا برامج، يعني على حسب التدريب الميداني ده هيأهلهم لايه، بس بندرس لهم كل حاجه عشان يتأهلوا لسوق العمل بشكل عام يعني. مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، هي تبع أكاديمية الفنون. المدرسة تعاون مشترك بين أكاديمية الفنون وبين وزارة التربية والتعليم. بيدخل الطالب اللي هو خريج الإعدادية المدرسة 3 سنوات، بيتم فيها تدريب الطالب على الجوانب الفنية الخاصة بالأكاديمية. الطالب هيكون خريج تقني من مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية. في عندنا بعض الأقسام اللي الطلبة بتتدرب فيها علشان يكون جدير لسوق العمل. الأقسام اللي موجودة داخل المدرسة قسم تكنولوجيا وتركيب وتشغيل أجهزة الصوت، تكنولوجيا وتركيب وتشغيل أجهزة التصوير، قسم تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة، قسم تحريك ديكور فني، قسم تكنولوجيا الملابس والازياء والعروض الفنيه، قسم الخدع والمؤثرات الفنيه، قسم المكياج والتنكر. دول 7 أقسام موجودين داخل الأكاديمية. في قسم إن شاء الله هيتم افتتاحه العام القادم، قسم الحرف اليدوية. دول الدكاترة المختصين بالأكاديمية شغالين على القسم ده، بيعدوا المناهج، وطبعا معاهم خبراء برضو من التربية والتعليم علشان يكون المنهج يقدر يستفيد به الطالب ويطلع متمكن لسوق العمل. المدرسة بتقبل الطلبة خريجين المرحلة الإعدادية، بيبقى حاصلين على مجموع ما يقلش عن 210. طبعا لازم الطالب يجتاز 3 اختبارات الأكاديمية وضعوهم. الاختبار الأولاني اللي هو الامتحان الإلكتروني، الاختبار الثاني اللي هو المقابلة الشخصية، وفي اختبار ثالث الأكاديمية وضعته اللي هو اجتياز المهارات البدنية. بعد ما الطالب بيجتاز المراحل دي بناخد الطلبة اللي هم اجتازوا كل المراحل دي بجدارة، وبيتم طبعا قبولهم في المدرسة. بعد ما بيتقابلوا في المدرسة سنة أولى بتبقى عام، يعني سنة أولى بيدرس كل المواد اللي موجودة بالمدرسة. بيجي بعد كده في سنة تانية بيتخصص، كل طالب بيتخصص في القسم بتاعه. في التخصص دوت بيتم في الصيف، يعني الطلبة بتوع سنة أولى بيدرسوا المواد بتاعتهم عادي جدا طول المرحلة الدراسية. بيجي في الصيف بيتم عقد امتحانات للطلبة للقبول للأقسام دي. شؤون الطلبة بتدي لكل طالب استمارة فيها ان هو يختار 3 رغبات للأقسام، يعني 3 أقسام هم 3 رغبات له. من خلاله الطالب بيتم امتحانه في ال3 أقسام دول. كل قسم بيبقى فيه 2 من الدكاترة بيبقوا بيمتحنوا الطالب، بيشوفوا قدراته ايه، يعني اللي هو درسه في سنة أولى، الخلفية اللي أخدها في سنة أولى عن القسم، زائد ان هو التايتل نفسه بتاع الطالب ده يبقى فعلا جدير بالقسم ده ويجتاز المواد الدراسيه بتاعته ولا لا.
ومن هنا بيتم اختيار الطالب. بعد ما بنختار الطلاب بيتم عمل القوائم، وكده بيبقى كل طالب دخل القسم بتاعه. كل قسم بقى بيبدا بقى بدايه عام دراسي جديد، كل طالب عارف قسمه. بيبدا مثلا الطلبه في قسم الاضاءه بيتعلموا ازاي بيعرفوا الادوات بتاعه الاضاءه الخاصه بالاضاءه بالتفصيل. بيخرجوا ميداني بيتعلموا ازاي هو يركب ويشغل اجهزه الاضاءه في المسارح اللي بالاكاديميه، وبرضه ازاي ان هو يتعامل مع الاجهزه ان كان اضاءه ولا صوت ولا تصوير. ازاي الطالب يقدر ان هو يعمل المكياج الفني، وكمان الطلبه بتشتغل على نفسها. يعني الطالب ممكن هو اللي يعمل المكياج لنفسه، في نفس الوقت برضه الطالب ممكن يعمل مكياج لزميله. فازاي هم بيشتغلوا دوت. طبعا ده بيتم لما الطالب بيتخصص ويخش التخصصات بتاعته.